السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اتكلمنا الفترة اللي فاتت عن المدرب الجديد يسترب. والماتشين اللي فاتوا ما نقدرش نلوم عليه طبعا، ما نقدرش حد يتكلم عليه ولا يفتح بقه بنص كلمة دلوقتي عن المدرب الجديد. ليه؟ لأن باختصار شديد ده أول ماتشين. طبيعي ما فيش أي حاجة، يمكن في لاعيبة لسه ما بيحفظ أساميهم، أحمد ومحمد وعبد القادر ومش عارف مين ومين والكلام ده كله ده. فلسه ما بالنسبة لي أنا بقى، بالنسبه لي هقدر احكم عليه واتكلم عليه تمام وانتقده. وبالنسبه لكل الاهلاويه اكيد متفقين معايا في الكلمه في الحته دي. من اول السوبر المصري هو ده اول اختبار للمدرب الجديد. السوبر المصري في الامارات هتلاعب ثلاث فرق، في ثلاث فرق مشاركين معاك. انت هتواجه المواجهه الاولى السيراميكا، وفي الزمالك وبيراميدز. تمام، الزمالك وبيراميدز هيلعبوا بعض على فكره، الاثنين الزمالك وبيراميدز. يعني في واحدة منهم بس. يا كابتن بشير، احترامي ليك والله العظيم، بحبك كابتن بشير، التابع بحبه، راجل طيب ومحترم. وقلبه طيب كده وابيض. يعني انا ما كنتش اعرف الكابتن بشير غير لما تابعته في بعض البرامج التلفزيونية يعني. فالكابتن بشير لما اتسأل بيقولوا له ايه، مين في نهائي السوبر؟ قال لهم الزمالك وبيراميدز. الناس اللي معاه شبانة، وكان مش عارف مين صحفي تاني كان معاه، يقول له يا كابتن والله الاثنين هيقابلوا بعض. لا، يقول له الزمالك وبيراميدز. بس هي شكلها يعني ايه، ما كانش مفكر فيها كويس. المهم، المدرب الجديد ان شاء الله هقدر احكم عليه ونشوف شغله في الملعب، شغله في اللعيبه،